أهلاً بالجميع. تخيلوا معي في قلب دوائر السلطة في الجزائر رجل واحد يعرف كل الأسرار وفجأة يختفي. اليوم رح نحكي القصة الغامضة وراء اختفاء ناصر الجن. والقصة كلها تبدأ بسؤال واحد محير، سؤال الكل يسأله في الأوساط السياسية والأمنية: هل هو ضحية أم خائن؟ يعني كيف ممكن واحد من أبرز رجال المخابرات يختفي فجأة بهذا الشكل ويترك وراءه فراغاً كبيراً؟ والأهم، أسئلة أكبر بكثير. طيب خلونا نبدأ ونشوف تفاصيل هذا الاختفاء. السؤال هو: كيف شخصية بهذه الأهمية وبهذا النفوذ ممكن تختفي وكأنها تبخرت؟ لما نحكي عن ناصر الجن، احنا ما بنحكي عن أي شخص، هو ما كان مجرد اسم، لا، هو كان شخصية لها وزنها وثقلها داخل المنظومة الأمنية. يعني حرفياً كان الرجل الذي يمسك بأخطر الأسرار ويتحكم بملفات حساسة جداً. وهنا تبدأ الأمور تصير غريبة. رد فعل السلطات كان مثيراً للاهتمام. الإجراءات الأمنية المشددة التي صارت في العاصمة ما كانت للبحث عنه. تخيلوا، كانت خوفاً من قوته وخوفاً من ردة فعل الناس الموالين له. وهذا بحد ذاته يعطينا فكرة عن حجم النفوذ الذي كان عند هذا الرجل. وهنا نصل لصلب الموضوع حسب المصدر الذي نستند إليه في تحليلنا. السؤال الكبير: لماذا قد يستهدف شخص بهذه الأهمية؟ النظرية المطروحة بسيطة ومخيفة بنفس الوقت. هو ببساطة أصبح عبئاً بعدما أنهى دوره. في مقولة تلخص كل الفكرة بشكل بليغ جداً: استعملوه مثل حبة الليمون، عصروها ثم أرادوا التخلص منه. يعني بحسب المصادر هو كان الأداة المثالية لتنفيذ المهام الصعبة والحساسة، ولما انتهت الحاجة إليه صار لابد من التخلص منه هو شخصياً. طيب، ما هي هذه المهام؟ بحسب الرواية، القائمة كانت واضحة. أول شيء، تأمين الانتخابات الرئاسية. بعدين، تعيين قادة أحزاب موالين للسلطة. وثالثاً، اعتقال وتصفية المعارضين. هو كان الأداة التي ضمنت استقرار النظام. لكن المشكلة أنه بعدما نفذ كل هذه الأعمال القذرة، تحول من أداة مفيدة إلى شاهد خطير جداً. حسناً، هذا يأخذنا للبعد الدولي للقصة. خلونا نفترض أنه نجح في الهروب. ماذا يمكن أن يحدث؟ وما هي التبعات القانونية لشيء مثل هذا؟ وهذا سؤال جوهري جداً، خصوصاً أن هناك اعتقاداً قوياً أنه لجأ إلى إسبانيا تحديداً، وهنا تدخل قصة التسليم المعقدة بين الدول على الخط. وهنا مربط الفرس من الناحية القانونية. المشكلة أن الدول الأوروبية ومنها إسبانيا لديها موقف واضح: هي لا تعترف بالمحاكم العسكرية الخاصة، وبالتالي لا تسلم المطلوبين لهذه المحاكم. لماذا؟ لأنهم يعتبرونها محاكم استثنائية ولا تتوافق مع معايير القضاء المتعارف عليها عندهم. وبما أن ناصر الجن شخصية عسكرية ومطلوب من محكمة عسكرية، فالنتيجة واضحة. ولكي نفهم الموضوع أكثر، خلونا نقارن بقضايا صارت من قبل. الفرق يظهر فوراً. مثلاً، الجنرال حبيب شنطوف كان مطلوباً من محكمة عسكرية ولم يتم تسليمه. بالمقابل، شخصيات أخرى مثل محمد بن حليمة تم تسليمهم، ولكن كيف؟ عن طريق صفقات استخباراتية خاصة، يعني خارج أي إجراء قضائي رسمي. وهذا الشيء يختلف تماماً عن قضية ناصر الجن. لكن القصة ليست فقط عن هرب رجل واحد، لا، هي أعمق من ذلك بكثير. المصادر تقول إن ما حدث لناصر الجن هو مجرد حلقة في صراع أكبر بكثير يدور خلف الكواليس. وهنا تأتي المفاجأة: ناصر الجن لم يكن هو الهدف النهائي، هو كان مجرد وسيلة للوصول إلى شخص أهم منه وأقوى منه. طيب، من هو الهدف الحقيقي؟ حسب الرواية الهدف هو قائد أركان الجيش نفسه، الفريق السعيد شنقريحة. القصة تقول إن ناصر الجند كان بمثابة الذراع اليمنى والحامي الأول لشنقريحة. فالخطة المزعومة كانت كالتالي: الهدف هو إضعاف قائد الجيش شنقريحة وإبعاده. طيب كيف؟ عن طريق التخلص من حاميه الأساسي ناصر الجن. والسبب؟ لأن ناصر يمتلك معلومات خطيرة جداً تحمي شنقريحة. والمصيبة الأكبر أن هذه المعلومات لو ظهرت يمكن أن تدمر الدائرة المقربة من الرئيس تبون نفسه، يعني الصراع على أعلى المستويات. وفي النهاية،
كل هذا الصراع على السلطة وضع ناصر الجن في زاوية أمام خيار مصيري ما في منه مهرب. لقد وصل إلى نقطة لا عودة، صار أمامه طريقان اثنان فقط، وكل طريق منهما ثمنه باهظ جداً. الخيارات كانت واضحة وسوداوية. الخيار الأول يهرب من الجزائر، يعيش بالظل، لكن الأهم ينجو بحياته. الخيار الثاني يبقى في البلاد، وهنا المصير شبه محتوم، التصفية الجسدية من قبل الدولة، وربما حتى تلفيق قصة انتحار لتغطية الموضوع. وفي مقولة ثانية تلخص المأزق الذي كان فيه: إذا هرب فقد أنقذ جلده، لأنه لو بقي لقتلوه. يعني الهروب لم يكن خياراً، كان ضرورة للبقاء على قيد الحياة، خصوصاً في مواجهة نظام حسب ما يقال لا يتردد في التخلص من أدواته بعد انتهاء مهمتها. وهكذا نصل إلى نهاية تحليلنا اليوم، لكننا نتركه مع سؤال مفتوح ومقلق: ماذا يمكن أن يحدث عندما لا يتبقى لرجل يعرف كل الأسرار أي شيء ليخسره؟ ما هي التداعيات المحتملة؟ الجواب ربما الأيام القادمة هي التي ستكشفه.